جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لما ربنا اتكلم عن المحلل والمحرم في المأكل والمشرب، فبدأ يتكلم إن الكعبة مش حرام بس على الحيوان، ولا إنك ما تصطادش فيها أو لا، بالعكس ده هي أصل حرمتها إن هي حرمة الإنسان نفسه. مم. فقال لك لا، ده هو تحريم الكعبة من حقيقته جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس. يعني إيه قياما؟ قواما، من القوامة، وهي من الاحتواء والقيام بأمر الناس واحتياجاتهم وحفظ أعراضهم وحفظ دمائهم وحفظ أموالهم. ولذلك مفهوم الحرم على الحقيقة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ليه لما بيجي الإنسان نقول له في ميقات، من الميقات ده أنت دخلت في الحرم؟ ليه نقول له الجحفة لأهل مصر؟ ليه أبيار علي لأهل المدينة؟ مم. ليه لملم لأهل دي اليمن؟ أماكن الميقات اللي ليه هو. مكان الميقات؟ مم. وليه ما ينفعش تتجاوز الميقات؟ ولو تجاوزت الميقات عليك دم، يعني تذبح. مم. تذبح او لو ما قدرتش تذبح تصوم 3 ايام او تطعم 6 مساكين الى أي. الى اخر الكفارات. حتى لو نسى، يقول لك حتى لو تجاوزت الميقات ناسيا. مم. قال لك ما هي المشكلة مش في تجاوزت الميقات، المشكلة انك في اللحظة دي انت في الحرم. يعني انت المفروض تكون، ما ينفعش تنسى دلوقتي، تكون مترقب لأنفاسك، مترقب لحركاتك، مترقب. فنبدأ نقول من أول ما الإنسان يخش في حدود الإحرام الحرم. فما بينفعش معاه الكلام، الكلام فيما لا فائدة فيه، يعني السوشيال ميديا، الكلام الدنيوي، المعاملات الدنيوية. ليه؟ لأن بيبقى مترقب لخواطره، مصحفك، أورادك، أذكارك، سبحتك. لو هتكلم حد يبقى على قد مم. الحدود، السؤال والجواب. تحاول تبقى على طول في حالة ذكر يعني. ليه؟ لأن جعل الله الكعبة البيت الحرام، وما قالش جعل الله البيت الحرام، ده هو عبر عن البيت الحرام كله بالإيه؟ مم. بالكعبة. الكعبة. ليه؟ لأنه هو إيه اللي حرم مكة؟ الكعبة. والكعبة هي اللي خلت المسجد حرام، والمسجد الحرام هو اللي خلى حرم مكة. وإيه اللي حرم المدينة؟ م- مشهد الحرمة في المدينة سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فلو مش سيدنا رسول الله ما كانش المسجد بقى المسجد مم. حرام، ولا المدينة بقت حرم، ولا بقت المدينة المنورة. عشان كده حضرة النبي قال: اللهم إن أخي إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة، اللهم بارك في المدينة ضعفي البركة في مكة وأشد. يا ده دعاء سيدنا رسول صلى الله الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والأحاديث طويلة في مشهد المدينة مم. على ساكنها الصلاة والسلام. لكن مفهوم الحرمة هنا بتيجي منين؟ فالبعض نيجي نقول له ايه، انا رايح ازور سيدنا رسول الله، يقول لك لا انا رايح ازور المسجد. مم. لا، انا مش رايح ازور المسجد، انا المسجد جعلت لي الارض مسجد. يعني وانا لو القضية عندي مساجد، بيوتي في الارض المساجد صح. وزواري فيها عمارها. لكن ليه بقى المسجد ده حرام؟ يعني ليه بقت المدينة بلد حرام؟ وليه حرمت؟ وليه الكعبة بقت بلد حرام؟ علشان الكعبة. والمدينة عشان سيدنا محمد صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم. فعشان كده جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني قواما لحاجاتهم وحفظا لأعراضهم وحفظا لأموالهم. فلا يجوز للإنسان وهو في الحرم أنه يقتل، يجوز للإنسان وهو حرم أنه يعتدي، لا يجوز للإنسان وهو في الحرم أن يلتقط لقطة الحرم، لا يجوز للإنسان طبعا. على بعض تفاصيل عند أهل العلم قال لك حتى الذنب، الذنب. مم. الذنب في أي مكان تفكر فيه ذنب ينكتب ذنب. تعمله ينكتب، مم. تفكر فيه في مكة ينكتب. يا. يعني بعض المفسرين مم. قالوا اعتمدوا على قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير. قالوا من يرد يعني مجرد ايه؟ مجرد انك تفكر فكرت. في الذنب.